اتجوزت وربنا رزقني بزوجة حنينة وأولاد هم نور عينيا. زوجتي وأولادي نفسي أجيب لهم حتة من السما، بس العين بصيرة والإيد قصيرة. الأولاد بتكبر ومصاريفهم بتزيد والمرتب ضعيف، كل يوم أصعب من اللي قبله. اشتغلت شغلانة تانية جنب شغلي الأساسي ولسه برضه مش مكفي بيتي. صاحبي مسافر بره من سنين، كلمته واشتكيت له من الحالة الصعبة. قال لي أبعت لك عقد عمل تيجي تشتغل معايا، وقال لي على مرتب عالي خلى دماغي تلف. روحت حكيت لمراتي ولقيتها وافقت، وبدأت أمشي في إجراءات السفر. وكل ما أقعد لوحدي أفكر، معقول أبعد عن ولادي وما أشوفهمش بيكبروا قصادي يوم بيوم؟ معقول أنحرم من ضحكهم ولعبهم ودوشتهم وشقاوتهم؟ ولو حد من الولاد تعب أو احتاجني ما بقاش جنبه؟ دول عمرهم ما بعدوا عني. معقول أقدر أبعد عنهم؟ دول هم حتة من قلبي. معقول أعيش من غيرهم؟ أنا قلبي بيبكي بس ما باليد حيلة، لازم أسافر واجي على نفسي علشان خاطرهم. طيب ومراتي عمرها ما بعدت عني، ده أنا بعتبرها بنتي الكبيرة اللي ما تقدرش تبعد عن حضن أبوها. معقول تبعد عني؟ لما أتعب أو أبقى مهموم بفتح قلبي لزوجتي وهي تهون عليا وتطبطب عليا زي أمي، وأنا فعلا بعتبرها أمي. معقول ابني يبعد عن أمه؟ وأنا مين في الغربة هيشيل همي؟ ولما أتعب مين هيبقى جنبي؟ اتخنقت من جوايا وحاسس إن عايز أبكي، بس مين هيشيل شيلتي؟ لازم أقوى وأتحمل الألم والبعد علشان خاطر ولادي. نفسي أشوفهم في أحسن حال. وفي مرة مراتي دخلت عليا أوضتي لقيتني ببكي، خدتني في حضنها وطبطبت عليا ولقيتها بتقولي خلاص مفيش سفر، لا انت تقدر على بعادنا ولا احنا نقدر على بعادك، وان كان على المعيشة هتتدبر ان شاء الله. هنحبق وندبق وهدور على شغل ليا وولادنا يتربوا تحت عينينا. وأخيرا لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.